يا نهار أبيض! الواحدة منها وصلت 15 جنيه. طيب وعلى إيه؟ يلا بسرعة هاتي يا شاطرة. كيلو دقيق من عند العطار ب25 جنيه، هتعملي 32 واحدة من الكون الخطيرة اللي انتوا شايفينها دي. فطاير تحفة، سهلة واقتصادية وبسيطة جدا جدا، وأي سن يقدر المطبخ يدخل يعملها. وزي ما قلنا بكيلو دقيق وشوية ملح وشوية زيت من بتاع التموين، وشكرا على كده. بصوا الجمال والحلاوة، فعلا سوبر توفير، حلوة قوي، تنفع معانا في المدارس وكمان للرحلات، أعياد ميلاد. هتطلع من ايدك زي الفل. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبسرعة هاتيلي كيلو من الدقيق، وباكو من الخميرة الفورية يعادل معلقة كبيرة، وكمان معلقة سكر ومية دافية. هنقلبهم كويس جدا جدا. وتعالوا بقى نجيب عجان او الحاجة اللي انت هتعجني فيها، ونسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وننزل بكيلو دقيق. الكيلو دقيق ده انا جايباه من عند العطار سايب، بس طبعا لما بتجيبيه بتنخليه. هنضيف عليه بقى رشة ملح، وكمان 4 معالق من السكر. تمام. وطبعا السكر هنا حسب الرغبة. معلقة كبيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف، وكمان معلقة خل، وربع كوباية صغيرة من الزيت، زيت التموين زي ما اتفقنا، او اي طبعا نوع زيت. طبعا هنا انا جبت اللبن وسبته لتاني يوم، يعني من غير ما اقصد انا حطيته في التلاجة. طبعا هنا انا ضفت كوبايتين عشان ما ننساش، وحطيته في التلاجة. جيت تاني يوم اغليه للولاد عشان يفطروا الصبح. لقيت اللبن زي ما انتوا شايفين كده ان هو قطع معايا او خسر معايا زي ما انتوا ما بتقولوا. ارميه لو النبي مرمهوش، ده ان احنا نعمل بيه فطاير تحفة زي ما انتوا شايفين. دي تالت كوباية اللي انا بضيفها دي. تمام. دفتهم ونبتدي نعجن بيهم. ما عنديش الحليب اللي انا بقولك عليه ده، او اللبن الرايب، او اللبن اللي هو القطع ده. نعمل ايه؟ هنعجن بمية، هتطلع معاكي زي الفل وكأنها عجنتي بلبن بالظبط. تمام. كل الموضوع ان هنا بتعلي القيمة الغذائية. ضفت طبعا زي ما انتوا شفتوا ال3 كوبايات من الحليب اللي هو الحليب الرايب. وبعد كده ضفت كمان في نص العجن بتضيفي الخميرة اللي هي ما شاء الله عملت فوم عالي كده. وبتسيبي وانتي بتعجني، تسيبي العجينة لمدة ربع ساعة، وبعد كده ترجعي تعجنيها كويس جدا جدا زي ما شفنا. وكمان تسيبيها بقى لمدة ساعة تخمر وتبقى معاكي بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. تمام. هنبتدي بقى نسمي الله كده وندهنا دهنة زيت. عايزة تدهني دقيق على المفرش مفيش مشكلة بدل الزيت. وهنا هبتدي اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كويرات. تكبري بقى الكويرات، تصغريها براحتك. انا قلتلك الكيلو عندي عمل 32 واحدة من الكونو اللي انتوا شايفينه دي او الفطاير. بوريكم هنا العجينة عاملة زي الملبن. التزمي المقادير والخطوات هتطلع معاكي زي العسل. وزي ما قلنا مش لازم خالص تضيفي الحليب الرايب اللي انا ضفته. اعجني بمية هتطلع معاكي زي الفل. وعملت قبل كده معاكم برضو، بس كل الموضوع ان انا فعلا كان عندي اللبن مش متعمدة ان يخسر معايا عشان اعمل بيه الفطاير. تمام. قطعت كل كمية الكيلو وعدوهم معايا في الفيديو اهو. هتلاقوهم 32. جبت معلقتين من الزبدة او السمنة، وبتفردي كده الكورة بتاعتك، وبتحطي بقى تحشي عجوة، تحشي ماكستيلا، نوتيلا، تحشي اللي انت عايزاه تحشي بيه، المتاح في ايدك. عندي صينية هنا فرشة فيها ورقة زبدة، وطبعا ما يشترطش خالص، ممكن تدهني دهن الزيت وتحطي الفطاير بتاعتك اهو. بتقفلي بالنص وتحطي بقى قطعة العجوة. العجوة دي على فكرة ما شاء الله اللي انا عملتها معاكم في القناة. وتقفلي كويس جدا، بتحطي واحدة عكس واحدة بالشكل ده. واحدة عكس واحدة. هعمل 4 من فوق بالعجوة، وكمان 4 من تحت بالجبنة. جبنة بيضة سادة مفيهاش أي حاجة. تقدري طبعا تحطي فيها بقدونس، تقدري تحطي فيها زعتر، تقدري تحطي فيها زيتون، براحتك خالص. وتقفلي كويس جدا برضو كده من فوق. اهي واحدة عكس واحدة.
هنفرد تاني وانتوا شوفوا الفيديو واقول لكم بقى المقادير تاني ومن غير حليب. هنبدل 3 كوبايات من الحليب ب3 كوبايات من المية الدافية، ومش هنستخدم بيض خالص. تمام كده، وجربوها واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم فيها. عايزة اقول لكم هتعجبكم جدا جدا، مش هتبطلوا بجد حرفيا، ولادكم يطلبوها وتعملوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم. تدهني دهن كده. على فكرة الزبدة اللي معايا دي او السمنة هي معلقتين، وما شاء الله هيتبقى كمان. انا باخد بس بالفرشة كده عشان تبقى تديني توريقة حلوة قوي للفطاير بتاعتي. اهي بتقفليها بقى زي الكريب كده، زي وحدة الكونو، واحدة عكس واحدة، عشان تطلع معاكي بالشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو اهو. طبعا تعالوا نقول بقى مقادير الكيلو. كيلو دقيق، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة من السكر، وبتحطي طبعا حبة مية وتسيبيهم كده. بنعمل عملية تنشيط للخميرة، وكمان بتبقى حلوة قوي قوي في العجين. كيلو دقيق عليهم رشة ملح، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، 4 معالق من السكر، معلقة خل، ربع كوباية من الزيت، زيت التموين العادي خالص، وكمان 3 كوبايات من المية الدافية للعجن. وممكن كمان تاخد معاكي من 3 ل3 وربع عادي حسب الدقيق بتاعك. عندي بقى الفطاير دي هعملها سادة زي ما هي كده. جبت الصينية دي دهنتها كده بدهنة من الزيت، وهترص الفطاير بتاعتك اللي موجودة، مش هنفردها ولا هنحشيها اي حاجة. اتبقى 2 عندي هنا كده، هنعملهم رول كده، وهعملهم ضفير عشان نعمل شكل جمالي كمان للصينية. كل الموضوع ان انت بس تشغلي دماغك واشتغلي، وصدقيني هتطلع من ايدك زي الفل. وزي ما قلت في اول الفيديو، كيلو دقيق ب25 جنيه من عند العطار. الدقيق ده طبعا سايب، لكن لو هتجيبي من الدقيق المغلف هتلاقيه تقريبا ب30 أو 35 حاجة كده يعني. هنعمل الضفيرة بالشكل ده، وهنطولها بقى كده ونقفلها على بعضها. بصوا الجمال، حلوة قوي 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 بجد. الفطاير دي كانت تحفة، محتاجناش بيض خالص. وزي ما قلنا الحليب كده كده كنت هرميه، فحرام ما نرميش حاجة. تعالوا بقى هنا اهو، مية عادية خالص من الحنفية على معلقة من السكر تدهني بيها الوش. وعندي بقى هنا حبة سمسم على حبة البركة على الوش، تدهني وتروحي دهنة بالمية اللي عملناها بالسكر دي، وترشي رشة السمسم أو حبة البركة. بعد ما سيبنا طبعا الفطاير دي اختمرت تاني لمدة ساعة. أهم حاجة التخمير في الأول وفي التاني. في الأول ساعة، وبعد ما بتشكليها كده بتاخد معاكي من ساعة لساعة إلا ربع حسب طبعا المكان بتاعك. في الوقت ده كنت شغلت الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد معاكي من ربع ساعة لتلت ساعة في الفرن. بص اللهم بارك، خطيرة، طعم وريحة ما اقولكوش. هنا بصوا لسه معلقتين الزبدة معايا، ما شاء الله اللهم بارك. انا باخد بس دهنة بسيطة خالص من الزبدة كده على وش الفطاير، تديكي لمعة حلوة قوي. اغلبية الناس مش بتقولكوا على التركات الصغيرة دي، وانتي تقولي طب ما انا عملت كل الخطوات، هي ليه مش بتلمع، هي ليه مش طرية معايا؟ عشان الحاجات اللي احنا بنقولها دي. ما عندكيش زبدة ولا سمنة، رشي بعد ما تخرج من الفرن على طول رشة مية عادية خالص من الحنفية، وغطيها هتبقى عاملة معاكي زي القطن، زي القطن كده. هشة وطرية وكلها حنية حاجة كده، اللهم بارك. تغطي بقى تغطية كده بالكيس، وبعد كده فوطة، وتسيبيها 5 دقايق 10 دقايق، هتلاقيها حاجة كده اللهم بارك. يعني هي بتتكلم عن نفسها. لكن اللمعة دي عايزاها بتدهني دهنة زبدة أو سمنة طبعا. هدت معايا وبردت. تعالوا نشوف بقى، اللهم بارك. هي بصوا مش محتاجة، ما كانتش محتاجة في الصاج التاني والله ورقة زبدة ولا حاجة. بس أنا بوريكوا ده وده، واللي طبعا في إمكانياتك وفي إيدك اعملي بيه كذا فكرة، وتطلعي من الفيديو بأي حاجة تعمليها، وإن شاء الله ربنا يحسن ما بين إيديكوا. بصوا جمال الفطاير قد إيه هي هشة وطرية يعني طبعا الكاميرا ما بتكدبش.
والشكل طبعًا بيتكلم عن نفسه، لمّا تدّي كده واحدة بالعجوة وكمان واحدة بالجبنة لولادِك كده في الlunch box حاجة كده عظمة، يعني كل بجد صحاب ولادي بيقولوا لهم: "أنتم بتجيبوا منين؟" بيسألوا ولادي: "بتجيبوا منين الفطاير دي إحنا مش بنلاقيها في الفرن." فبيقولوا لهم ماما بيستغربوا جدًا.